السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في واحدة كلمتني النهاردة بتقول لي، يعني كنا بنتكلم في موضوع الكلام يعني تطرق كده، واتكلمنا في ايه. بتقول لي اديني سبب واحد يخلي الشباب تتعلم، يروحوا مدرسة جامعة يتعلموا. فقلت لها ايه ده سبب واحد؟ ازاي يعني؟ ده في 100 سبب. عشان يبقى عندهم ثقافة، عشان يشتغلوا، عشان يقدروا يصرفوا على نفسهم، ولما يتجوز يبقى عنده دخل يصرف بيه مثلا على بيته، وهكذا يعني. عشان الأم تقدر تذاكر لأولادها، يبقى عندها علم يعني. فقالت لي كل ده ممكن يجي، يعني انه يشتغل ويبقى معاه فلوس ويعمل بيزنس ويكبر ويبقى غني جدا من غير شهاده ومن غير حاجه خالص. فقلت لها يعني حد ذكي بقى وهيعمل مشروع والكلام ده؟ قالت لي لا، ولا حاجه خالص، ولا ذكي حتى، ولا عنده ريحه الذكاء. ف يعني قلت لها طب منين يعني الكلام ده ازاي؟ قالت لي يعني مثلا في واحده طلعت عملت مثلا تيك توك، شتمت امها وابوها وهزقت ابوها، يعني ونشرته كده زي الغسيل اللي مش نظيف على الحبل. ودلوقتي هي في الامارات بتعمل اعلانات لشركات والكلام ده، وغيرها وغيرها ناس كتير. دول بقى معاهم فلوس قد كده، هل معاهم شهادات؟ لا. يعني البنت دي اصلا جايبه في الثانويه العامه مش عارفه 30 ولا 33% حاجه كده، يعني يا دوبك كتبت اسمها اصلا يعني، او انها تقريبا ادهم لها مثلا انها راحت الامتحان مثلا. فده لما الحاجات دي الشباب يشوفوها، طب واحنا هنشتغل ليه؟ يعني قصدي هنتعلم ليه؟ ما احنا ممكن الشغل والفلوس تيجي بأتفه الطرق، منتهى يعني التفاهة. حاجة لا محتاجة ذكاء ولا تعليم ولا شهادة ولا احترام ولا حاجة، مش محتاجين منك غيرك انك تبقى انسان تافه ومهزأ بس. فانك تبقى تافه ومهزأ سهلة يعني. فانا يعني لما كنت بتكلم مع اللي بتكلمني دي، فقلت لها ايه؟ طيب انك تبقى انسان تافه يمكن سهله شويه، لكن انك تبقى مهزأ دي مش تبقى يعني صعبه شويه على الواحد ان يبقى مهزأ، يبقى انسان يعني غير محترم؟ قالت لي ولا صعبه ولا حاجه، هيتعلم من الناس دي، هيفتح الفيديوهات بتاعتهم، اللي القليل الادب ده والشحات ده والبنت السافله دي والولد اللي مش عارفه ايه، ويتعلم منهم ويبقى زي الفل، يعمل زيهم، يبقى معاه فلوس، يبقى مش محتاج للشهاده. الشهاده بتعمل له ايه؟ فلقيت نفسي صدقوني مش عارفه ارد. والله يعني انا مش عارفه ارد، مش عارفه اقنع اللي قدامي ان ازاي ان الواحد لازم يبقى محترم ولازم يبقى متعلم. مش عارفه ارد. تخيلوا بقى ان الشباب بتفكر بالطريقه دي، ان انا هعمل زي فلان وزي فلانه دولت، ان انا ابقى شخص مهزأ، شخص غير محترم، شخص مش مؤدب، شخص مش متدين، شخص ما عنديش اي ريحه الاحترام خالص، عشان يبقى معايا فلوس، لان هو شايفهم هم دول اللي معاهم فلوس. والاسوأ من ان معاهم فلوس ان التلفزيون بيستضيفهم والبرامج بتستضيف. انتوا بتستضيفوا مين يعني يا ناس اللي ما عندكمش عقل؟ بتستضيفوا مين؟ انتوا كده بتقولوا للشباب اهو هم دولت الصفوة بتاعت المجتمع، هم دول الناس اللي احنا عينينا عليهم، هم دول الناس اللي المفروض انت تقتدي بيهم، يعني تاخدهم قدوة. ايه ده؟ والله المفروض ان لما في حد بيكون شخص غلط، سلوكه غلط، تصرفاته، بيتصرف يعني في انسان غلط، يعني بيعمل حاجة غلط، المجتمع في العادي كان زمان كان المجتمع كده ايه، ينبذه كده، مش طايقه، يتكلم عنه بطريقه وحشه، ما يجيبش سيرته اصلا، يعني ايه، لانه حاجه مش مشرفه. ده كان زمان. انما دلوقتي العكس بالظبط بالظبط، احنا ماشيين الاتجاه العكس. اي حد بيعمل حاجه غلط، سلوكه مش طبيعيه، الفاظه زي الزفت، بيهزق امه وابوه، شخص عاق، شخص متخلف، شخص ما عندوش ريحه الذكاء، شخص ما بيحبش التعليم، شخص بيعمل كل حاجه مؤذيه لنفسه وللي حواليه، تبص تلاقي ايه اللي بقى عليه سبوت، هو ده اللي نجيبه، هو ده اللي نستضيفه، هو ده اللي نكبره، وده اللي يبقى نشهره، وده اللي يبقى قدام الناس وقدام الشباب بالاخص بقى، هو ده اللي عليه العين. زي ما يكون بيلمعوه ويقولوا للناس او يقولوا للشباب، يعني بصوا ايه رأيكم في ده النموذج ده؟ مش نفسك تبقى زي فلان؟ هي طبعا ما بتتقالش صراحة، بس معنى ان انت تقولي ان ده معاه فلوس وده بيعمل اعلانات وده مش عارفة ايه وده ايه، اكيد انت كده زي ما تكون بتقول له انت مش نفسك تبقى زي ده، اعمل كذا، عاملين زي الاعلانات بالظبط. مش نفسك تبقى قوي، اشرب لبن مثلا. فهو كده مش نفسك تبقى زي فلان، يعمل اللي هو عمله. الغريبة كمان ان الناس
كان زمان نقول ايه، ان مش زمان، لحد من قريب والله انا كنت فاكره كده، ان الاحترام ما بيتباعش بالفلوس. يعني ما ينفعش يبقى شخص مهزأ ومعاه فلوس والناس تحترمه، لا مش عمرها ما هتحترمه. حتى هي تقريبا جواها مش محترماه، من جواها مهزقاه ويعني غاسله بيه البلاط ده من جواها، بس من براها تجري تفتح له باب العربيه، تتصور معاه، مبسوطه بوجوده في مكان هم فيه، يسلموا عليه، عايزين يبقوا زيه، حتى لو هم عارفين ان ده شخص مهزأ وان دي قله احترام، بس معاه فلوس، طب ايه المانع؟ مش مشكله بقى. فهم حتى لو من جواهم مش حابين الوضع وحاسين ان ده شخص مهزأ ما ينفعش اصلا يعني نبص له اصلا، بس المجتمع ملمعه، المجتمع بيتكلم عنه كأنه حاجه كويسه، الفلوس جات له من كل حته، إيه اللي يخليني ارفضه من جوايا؟ عشان انا حاسه ان الموضوع ده جديد شويه على مجتمعنا، ان الشخص المهزأ، الشخص الغير محترم بيبقى منبوذ المفروض، فانا شايفاه مش منبوذ، فانا هبقى لسه ما تعودتش على اني ايه اتقبله. كلاب تقريبا بتقول رأيها هي كمان، هبقى بنبذه عشان مش متعوده ان انا اتقبل الراي ده، لكن بعدين هتعود. في الفتره اللي انا لسه ما اتعودتش فيها هبقى من جوايا رافضاه، بس من برايا لا، اجري واسلم واتصور. مش بتكلم طبعا عن نفسي، انا عمري ما اسمح اصلا للناس دي ان انا حتى يعني اشوفها في الشارع، اتمنى ما اشوفهاش في الشارع اقسم بالله. بس بتكلم على الشباب اللي عايز يتجوز وعايز فلوس وعايز يعمل مشروع وعايز يلبس وعايز يتفسح وعايز ولاقي كل ده بتيجي بسهوله جدا جدا مع الناس اللي دي الغير محترمه، الشخص المهزأ. يعني هزأ ابوك، اللي من كرامتك، اللي من كرامه اهلك، اشحت، قول الفاظ زي الزفت، تبقى زي الفل، تبقى معاك كل حاجه. اظن ان هو بدل ما يفكر هو هيكبر ازاي ويعمل كل الطموح ازاي، هيفكر هو هيسلك الطريق ده ازاي، كيف يعني تصبح شخص مهزأ، عشان ما الطريق ده هو اللي هيوصلك للايه، لكل الاهداف، تبقى غني وتتجوز وتخلف وتعيش وتتفسح وتسافر وكله كله كله. فهيدور على الكتب اللي فيها كيف تصبح شخص مهزأ، او كيف تصبح شخص غير محترم قليل الادب، فغالبا هيدور على الكتب دي بدل ما كيف تصبح مثلا غني، كيف تصبح مش عارفه، كيف تكون شخص مستثمر، كيف تكون شخص محترم، اي حاجه، اي كيف تتعلم، كيف ما فيش الكلام ده، الكلام بتاع زمان دوت، اللي انت لازم تتعلم ولازم يبقى معاك شهاده ولازم تشتغل شغلانه كويسه ولازم تبقى محترم ولازم تبقى مؤدب. الكلام ده كله عمال يتمسح كده، الناس عماله تمسحه في شبابنا، كل ما يعملوا حاجه غلط الصح يروح ممسوح، الغلط عمال يزيح الصح ويشيله ويرميه، يجي شويه غلط يزيحوا الصح ويشيلوه ويرموه، وهكذا. انا مش عارفه بصراحه لحد امتى هيبقى الغلط بالنسبه لنا حاجه بقت حلوه، متقبلينها، ما بنعترضش عليها، متقبلين الشخص اصلا الغلط، ما اعرفش ليه احنا ليه ما بنشوفش الغلط غلط والصح صح، ليه بطلنا نشوفه؟ يعني احنا بطلنا نشوف ان الصح ده صح والغلط غلط. يعني لما اشوف مثلا واحده بتكلم ابوها بطريقه مش كويسه، بطريقه مش بتشتمه، بطريقه مش كويسه، لا دي تبقى بنت قليله الادب سافله. لما اشوف واحد بيقول الفاظ مش كويسه في الشارع، على تيك توك، على فيلم، اي حاجه، ده يبقى سافل قليل الادب. دلوقتي بقت الالفاظ اللي كنا زمان نقول عليها قليله الادب بتتقال عادي في الشارع وفي المسلسلات وفي البيت وفي كله، بتتقال عادي عادي. الافعال اللي كنا المفروض شايفينها افعال قليله الادب بتتعمل عادي في كل حته عادي، والعكس ده الشخص اللي بيعمل كده بيبقى بالنسبه لنا يا برافو، ايه ده ايه ده ايه الجمال ده. ونشوف الشخص بيطلع وبيعلى وبيختني، وقال ايه عايزيننا نقول للشباب لا يا حبيبي اتعلم، لا خليك محترم، هنقول لهم ازاي في وسط الهلمه دي؟ ما هو الشباب اللي احنا بنقول له لا خليك محترم، لا اتعلم، لا خليك مؤدب، لا خليك متدين، شايف حاجات تانية قدامه، والشخص من دول بيطلع بسرعة الصاروخ وبيختني في لحظات كالبرق. يعني ايه هو بقى هيسمع كلامنا احنا؟ هيبقى محترم ومتدين متعلم، ولا هيرمي كلامنا ده في اقرب صندوق زبالة؟ انتوا لا كلامكم مش مقنع بالنسبة له. يعني انا اما اكلم حد لا اتعلم ليه؟ ابقى محترم ليه؟ ما المهزأ السافل قليل الادب اهو ما شاء الله، يعني الدنيا مفتوحه معاه زي الفل.
نتكلم مع الناس بأنهي طريقة عشان يقتنع ان لسه في صح وغلط، وان اللي انت شايفه قدامك ده فتنة، واللي انت شايفهم قدامك دول اهلهم ما تربوش وما عرفوش يربوهم يا سيدي، بس عمالين يكتروا. هيقول لي ايه؟ كل دول مش متربيين؟ يعني ما انا برد على نفسي برضو. يعني انا لما اجي اقنع حد معلش ده اقول له لا ما تعملش زي فلان، ده فلان ده مش متربي، يقول لي طب وفلان وفلان كتير، كل دول مش متربيين. ولو كل دول مش متربيين هبقى انا لوحدي اللي متربي، حتى هبقى حاسه اني غريب في وسط المش متربيين دول كلهم. فهيضطر يعمل زيهم، لان كمان المغريات كتيره، انك يبقى معاك فلوس وانك تبقى مشهور وانك تقدر تتجوز بسهوله جدا عشان عندك بيتك وعندك فيلتك، تقدر تتفسح في احسن الاماكن وتقدر وتقدر وتقدر. المغريات كتيره. فايه اللي يخليه شخص بقى يقول لك هختار ابقى محترم؟ هيختار الاحترام ليه تفتكروا؟ ليه؟ ما اعرفش. يعني انا عن نفسي يعني بحط نفسي مكان الشباب، بلاقي اني انا بعذرهم لما يجوا يقلدوا حد زي كده، انا بعذرهم. بس والله يعني معلش نتك شويه، الام والاب معلش يتعبوا شويه. عشان كده الموضوع عمال يفلت مننا، وزي ما قلت من شويه ان الصح عمال يزيح الغلط ويرميه، فكده الدنيا تبقى غلط 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 غلط، مش هتشوف حاجه صح قدامك نهائي. غالبا احنا بطلنا نشوف، احنا عايزين نظاره، عارفين الميكروسكوب؟ يعني نضاره كده، لان الغلط بقى دقيق قوي ولا يرى بالعين المجرده، فاحنا عايزين نضاره او ميكروسكوب او حاجه كده يعني توضح لنا العدسات المكبره دي، نشوف بيها ان في لسه جزء من الصح موجود، لان الغلط انتشر وهو ده اللي واضح قدام عينينا، ولو حتى مغمضين احنا شايفينه. ربنا يعيننا والله العظيم، ربنا يعيننا ويقوينا كأم وأب. عايزين نطلع ولادنا محترمين في وسط جيل كله، يعني مش كله يعني، لا جزء منه، مش هقول معظمه، جزء منه يعني أسوأ وأسفت ما يكون. ربنا يعيننا والله العظيم، ربنا يهدي لنا أولادنا ويحفظهم لنا، اللهم أمين. اللهم ثبتنا على ديننا في وسط الزمان اللي مليان فتن. اللهم احسن ختامنا جميعا. اللهم انصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان. امين امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.